اسكندريه وعايزين يجوا مطروح. الناس اللي عايزين برضو يجوا ايام اقل من اسبوع، زي ما انتم عارفين اغلب الحاجات اللي مصورينها اغلبها كلها اسابيع ما عدا برج دهب اللي موجود في محيط رومل. تعالوا معانا الاستاذ محمد السندباد هيكلمنا عن البرج بتاعه ويبدا يدينا شرح مبسط عن كل الخدمات اللي الشركه بتاعته بتقدمها داخل محافظه مطروح. يلا بينا. محمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. اخبارك؟ الحمد لله والله. الاول انا عايزك تشرح لي اللوكيشن بتاع العماره دي فين؟ عماره دهب بمنطقه اول الفيروز، قدامنا على طول شاطئ النخيل اللي انتم شايفينه دوت. الناحيه الثانيه ليه اللي هو خليج رومل، الاثنين ده خليج رومل وده خليج النخيل، وهنا بنقدر نشوف منه كمان كوبري رومل. تمام. ودي المنطقه بالتفصيل وهنسيب اللوكيشن. وللناس بتاعها. كمان دي العماره قدامها على طول ارض القوات الجويه وبعدها البحر، يعني ما فيش اي حاجه تحد رؤيه البحر تماما. من الارضي بيشوف البحر، بس انا شققي من الاول بعد الارضي للسادس. تعال نشوف نموذج من النماذج الموجوده. اتفضل. اوصف لي العماره كده. العماره مكونه من 6 طوابق، دول بيخصوني انا. طبعا في اسانسير وكل حاجه للناس بحيث الناس اللي ما تقدرش تطلع على السلم. وكل دور فيه 4 شقق. اتفضل يا فندم كده. الفيوهات بتاعت الاربع شقق. الفيوهات بتاعت الاربع شقق كلها مواجهه للبحر. بنخش من الشقه زي ما احنا شايفين. على طول. واجهه بحر على طول. بنخش من الشقه زي ما احنا شايفين كده. كل الشقق ال20 شقه عندي نفس الشغل ده. نفس السفره دي، نفس الانتريه ده، نفس التلفزيون الليد، الريسيفر. بتشوف المنظر كلها الجميل ده. البحر على طول. وكلها اوضتين برضو وصاله مطبخ وحمام. اقدر اوريهم لك. اتفضل يا فندم. تعال. ده المطبخ. دي اوضه. نبدا بالاوضه دي الاول. دي اوضه النوم الرئيسيه، بتبقى في الغالب مكونه من سرير عريض ودولاب او سريرين صغيرين، وهنا كمان في تكييف عشان هي مش على البحر. يعني شويه الاوض الخلفيه بتبقى فيها تكييف. تكييف. الغرفه الخلفيه بيبقى فيها تكييف. دي الغرفه الثانيه سعادتك. برضو ننوه بنبقى حاطين سبير للملايه، برضو ملايات جديده مكيسه للناس اللي هم مثلا ممكن تتوسخ منهم غصب عنهم. دي بقى غرفه حضرتك بتشوف البحر على طول. هنا بقى دي غرفة على البحر مباشر، بيبقى الهواء بتاعها جميل جدا، مش محتاجة التكييفات. تمام. وزي ما احنا شايفين سريرين عريض وده الدولاب ومروحة. هنا موجود والتسريحة موجودة والمروحة. المطبخ بقى والحمام. ده الحمام فيه غسالات كمان في الشقق. غسالة شغالة يا فندم وسخان شغال تمام. كل الشقق نفس النظام. هنا المطبخ نفس كل حاجة بثلاجة بالمطبخ وغاز طبيعي موجود في الشقق كمان. تمام. ايه بقى العروض اللي الشركه عندك عاملاها وانتوا شركتكم فين؟ وايه الحاجات اللي بتبقوا تعملوها ليه؟ في الفيو الجميل. محمد. ايوه. في عندنا ناس بتيجي من القاهره وفي ناس بتيجي من اسكندريه ومن اغلب المحافظات. تمام. فايه بقى البرامج اللي انتم محضرينها؟ هي الشركه بتاعتي اساسا في القاهره، وباكجاتي بالنقل بكل حاجه 6 ايام 5 ليالي متعاقبه، وده بالانتقالات. وعامل كمان برنامج نقل داخلي ل4 شواطئ جايب بيهم في باكج محترم جدا، بالنقل من قدام العماره للشاطئ والرجوع لقدام العماره. والنقل عندي من عبد المنعم رياض في التحرير لحد العماره والرجوع كذلك. طيب في فنز كتير جدا من فنزات حضرتك بيبقوا اسكندرانيه من طنطا. دول هل ما لهمش بتوع اسكندريه بصراحه كتير جدا وهم بيحبوك، وانا لاجل خاطرهم انا عملت بعض الشقق، خصصت بعض الشقق من 20 شقه من الجمعه للجمعه بدون نقل. حجز اسابيع بدون نقل بحيث ان هم يجوا من اسكندريه. وفعلا الحمد لله رب العالمين جم. يعني انا كل الحمد لله اللي جون ناس محترمه وراس راقيه طبعا، اللي هم فنزاتك وفنزاتنا، وجم بالعربيه من اسكندريه او من القاهره مش عايزين نقل، وجم خدوا من الجمعه للجمعه. يعني لو عايز بالنقل ماشي، عايز من غير النقل برضو متاح. في مفاجأة بقى حلوة فوق لسه بقى السوق جديد من يوم 26/6 ليوم 30/6 هيخش فيه وقفة عرفات وأول يوم العيد وتاني يوم العيد. ده عامل فيه سعر كويس جدا شامل كل حاجة، شامل الإقامة وشامل التنقلات الداخلية وشامل النقل وشامل كمان هحط فيه هدية للفانز موندي، يخت موندي. حلاوه يا ولد. ده لا بعد كده مفيش تاني. في حاجه تانية حابب تضيفها؟ لا. برنامج التنقلات الداخليه بتاعك شكله ايه؟ برنامج التنقلات الداخليه بيبقى بيجي الباص كل يوم الساعه 10 صباحا عند العماره او عند الكورنيش، بياخد الناس مثلا شواطئ الشهيره مثلا زي رومل، زي مثلا كليوباترا وشاطئ كليوباترا او الابيض، وبياخدهم برضو العجيبه او شاطئ اللي هو الرميله او شاطئ مينا حشيش.
طب هل في عندك وجبات؟ انت قلت لي قبل كده ان في وجبات. للي عاوز. انا برضو عشان موضوع الوجبات ده في ناس عاوزه او مش عاوزه او بتختلف الناس اللي عايزه في المواعيد. برضو اللي عايز وجبات بيقول لي قبلها، بحضر له وجبات في حدود من 100 ل 120 جنيه، بتبقى شامله اكل زي بيتي، يعني مثلا ربع فرخه، خضار سلطه او لحمه، خضار سلطه او سمك. وفي برضو انا حاطط ده بيبقى معاكم شيف بيعمله ولا انتوا بتجيبوا من مطعم من المطاعم لا المشهورة؟ شيف مشهور بيعمله عنده بيجيبه للناس، بس حلو. طبعا لازم مجموعه. طب اللي عايز بقى لوحده مش عايز يرتبط بحد، انا جايب 3 احسن نمر مطاعم سمك ومشاوي لحمه ومعجنات وبيتزا وكريب وحاططهم عندي في العماره. طب لو في واحد مثلا التنقلات الداخليه عايز يتنقل بمزاجه، بيبقى عندك ارقام تليفونات سواء تاكسي، ميكروباصات، تمنيات، الحاجات دي كلها موجوده؟ ما فيش اي مشاكل، بنوفر له، ما فيش اي مشاكل. احنا عاملينه دلوقتي سعادتك اختياري، يعني كل افواجنا عاملين الاقامه لوحدها بالنقل او من غير النقل كمان عاملها اختياري، وعامل اللي هو البرنامج ده اختياري. بس فوق العيد اللي انا قلت لا حضرتك عليه ده فوق كامل متكامل في كل حاجه، اسعار كويسه جدا، وفي كوبونات خصم كمان هتنزل على صفحه حضرتك وصفحتي. ده لا بعد كده مفيش تاني. انا بشكرك جدا ودايما في تقدم زايد في مطروح. الشركه بتاعتكم بتودي مطروح بس؟ لا الحمد لله، عندنا برضو شرم الشيخ والغردقه والعين السخنه. يعني انا لو عريس جديد تعرف تحجز لي؟ طبعا، امال ايه. متاكد؟ طبعا، بس اتجوز كده واعملها. ان شاء الله بعد الصيف على طول. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هنسيب لكم ارقام تليفونات للاستاذ محمد السندباد، وهنسيب لكم لوكيشن العماره واي بيانات، وحتى الفيديوهات اللي كنا شارحين فيها شرح تفصيلي عن العماره والشقق بتاعتها في صندوق الوصف. بانتظاركم، وترقبوا كوبونات يخت موندي وعليها سيريال نمبر عشان الهدايا كتير. حلاوه ولا دلع بعد كده مفيش تاني. اشكركم جدا. كان معاكم استاذ محمد السندباد وموندي مطروح. مع السلامه.